الضابط اللي انقذه الخطيب. ايه قصه الحكايه دي؟ تعال اقول لك قصه الحكايه دي. في احدى المباريات في الثمانينات بين الاهلي واحدى الفرق، كان الخطيب سجل هدف، بعدها فوجئ باحدى الجماهير بينزل لارض الملعب ليسلم على الخطيب او يحتضن الخطيب. بعد كده الراجل ده طلع، الخطيب عينه عليه وهو طالع ما سابوش. فوجئ الخطيب ان احد افراد الامن رايح يقبض على الشخص ده، الشخص اللي نزل عشان يحضن محمود الخطيب. الخطيب جري لغايه خط التماس بره وقال لفرد الامن سيبه عشان خاطري معلش، ده هو كذا وكذا، والموضوع خلص على خير. خلصت الحكايه؟ خلصت الحكايه لسه ما خلصتش طبعا. بعد سنوات من اعتزال الخطيب كان رايح الى نويبع، واخد معاه مراته واولاده، وعند النفق الشهيد احمد حمدي فوجئ باحدى الكمائن، وقفوا الضابط قال له بعد اذنك انزل لي. الخطيب نزل له كالعاده